احنا اسفين، بولندا مش لكل الناس. 5 حاجات لو عندك انت كده ما ينفعش تسافر، ولو حلتهم يبقى انت مؤهل بنسبة 100% تسافر بولندا مع خطوة. اول سبب يخلينا نرفضك المجموع. لو مجموعك اقل من 70% للأسف بولندا مش اختيار مناسب ليك. الجامعات هناك عندها حد ادنى وواضح، ومش بنحب نضيع وقتك او فلوسك في طريق مش مضمون. تاني سبب الحساب البنكي. بولندا محتاجة اثبات قدرة مالية حقيقي. لو ما عندكش حساب بنكي يثبت انك قادر تغطي مصاريف المعيشة والدراسة مش هنكمل في الإجراءات، علشان ما تدخلش تجربة فاشلة من الأول. ثالث سبب اللغة الإنجليزية. الدراسة في بولندا بالإنجليزي، لازم يكون عندك مستوى إنجليزي كويس أو إثبات إنك بتتكلم إنجليزي. مش شرط شهادة قوية، بس لازم نطمن إنك هتعرف تكمل دراسة وحياة. رابع سبب إنك مستني حل سحري. لو فاكر إن السفر لأوروبا من غير التزام أو من غير مجهود، أو إن حد هيظبط كل حاجة وإنت تقعد تتفرج، بولندا مش ده المكان المناسب ليك. خامس سبب الميزانية غير الواقعية. بولندا ممكنة ومصاريفها مقدور عليها، بس مش مجانية ومش سفر وخلاص. لو ميزانيتك بعيدة تماما عن الواقع هنقولك لا بمنتهى الصراحة. طيب امتى بقى ابقى مناسب لبولندا؟ لو مجموعك 70% او اعلى، معاك حساب بنكي واضح، مستواك متوسط في اللغة الانجليزية، فاهم ان السفر مسؤولية مش مغامرة عشوائية، وعايز تبدأ صح من غير لف ودوران، ساعتها بنقولك اهلا بيك، انت مؤهل وخطوة هتدعمك وتكون معاك. لو عايز تعرف انت مناسب لبولندا ولا لا، ابعت لنا دلوقتي واكتب بولندا واحنا هنقيم حالتك بصراحة. لو مش مؤهل دلوقتي هنقولك ازاي تبقى مؤهل. باي.